بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وبصحة. النهاردة كده فيديو جديد ان شاء الله كده في الخياطة، والناس اللي بتحب الخياطة وعايزين يبدأوا مشروع الخياطة ان شاء الله كده. كل يوم والتاني كده نعمل فيديو حلو كده، وان شاء الله قريب هنعمل فيديو كده نتكلم فيه لو انت مبتدئة تتصرفي ازاي، تجيبي قماش ايه مش عارفة ايه بإذن الله. بس كده دعموني كده باللايك وحطوا كده تعليق حلو منكم. ويلا بينا نشوف النهاردة الخدادية الصغيرة اللي هي الفلات من غير كرانيش من غير حاجة بكل سهولة. بصوا يعني عيلة في الحضانة كده يا جماعة تعملها. مقاساتها الأساسية ايه؟ طبعا بتبقى وش وظهر وقلاب. تمام. المقاسات الأساسية بتبقى 75 في 55، والقلاب بيبقى 55 في 20. تمام. 75 في 55 لما بنخيط بقى ونأفر ونعمل بترسى على 50 في 70. دي المقاسات الأساسية لأي خدادية خالص. النهاردة هنعملها من غير كرانيش ومن غير حاجة خالص بكل سهولة. بس في يعني ايه، ناس بتبقى لسه مبتدئة فلسه مش عارفة المقاسات الأساسية تقص ايه تعمل ايه. فإن شاء الله كل حاجة بإذن الله نعملها مع بعض على القناة. اللهم صل على النبي. هنا بقى ايه، قصتها 55 في 75، والقلاب بيبقى 55 في 20 أو 25، يعني على حسب ما انتوا عايزين. طبعا الحاجات اللي بتيجي جاهزة من بره بتيجي تبص تلاقي القلاب ايه بقى، يعني حتة قلاب صغنن كده، المخدة بتطلع منه مبقاش حلو ولا حاجة، بتبقى بتاع مثلا 15 سنتي بتاع، ما بيبقاش عريض كده وحلو. تمام. انا مش عارفة كنت بكلم نفسي ولا ايه كنت بظبط لسه التليفون عشان اعرف اصور. هنا بقى جينا عند المكنة. الأول لما بتيجي تعملي الأول بتجيبي وش الخدادية اللي هي الجنب اللي هيبقى وش. تمام. اللي هيبقى هو على الوش، ده اللي بنخيط فيه القلاب. يعني القلاب بيتخيط في وش الخدادية مش في ظهر الخدادية. تمام معايا. بنخيط القلاب في وش الخدادية الأول، وبعد كده في الفيديو ده النهارده هقولك حتى لو مش عايزة تعملي اوفر هقولك هتعملي ايه من غير اوفر ومن غير حاجة خالص، وتبقى تطلع معاكي خدادية عسل زي اللي بتيجي من بره جاهزة وأحسن كمان. هنا بخيط القلاب في وش الخدادية. اتفقنا اهو. خلي كده خياطتك حلوة كده وامشي براحتك عشان خاطر ايه ما تستعجليش وتتلخبطي. وكل حاجة كل حاجة يا جماعة مع الصبر بتيجي، ومرة مرة ايدك هتاخد على المكنة وعلى الخياطة وكل حاجة. هنا بقى مش بأفور اللي هو الطرف بتاع القلاب ولا حاجة، وكل حاجة على المكنة. بتنيها تانية في تانية صغيرة كده، والقماش ما شاء الله بيبقى حلو فبيبقى مسهل معاكي يعني. تتني تانية في تانية صغيرة. تمام. وبعد كده نركنها على جنب. وبعد كده هجيب الظهر. ده الظهر برضو بتني الجنب اللي هنركبه تانية في تانية اهو. ده اللي هيبقى تحت القلاب على طول او فوق القلاب على طول. هو ده برضو بنعمله تانية في تانية. ده انا الكلام دوت لو حد مفيش عنده اوفر. لو عندك اوفر وربنا كرمك هتديها ايه، تسرفلها في ساعتها بس يا ماما. هتسرفلها في ساعتها، وبعد كده تانية تانية صغيرة خالص ما فيش مشكلة يعني. اهو. بعد كده نجيب بقى الخدادية تاني. ده الوش اهو. تمام. الوش ليا اهو، والقلاب لما فردته برضو وشه ليا. الظهر بقى احط الوش على الوش. تمام اهو. بص وش الظهر على وش الخدادية، والقلاب اهوت لفوق. واخدين بالكم من الحركة دي اهي. بنسوي كده يا دوب، بس بتسيبي حركة 2 سنتي كده فوق كده عشان ايه، يبقى وانت بتحط الخدادية بتاعتك تبقى عاطية براح كده وعارفة تحط الخدادية وكده. وبعد كده بنمسك بقى الظهر في القلاب بالوش نفرد فردة. تمام. او تقوم نطرة بس كده القماش. تمام. وبعد كده اهو عايزة تدبسي بدبابيس مثلا عشان خاطر الحاجة ما تتحركش منك وتعرفي تتصرفي براحتك. هتعرفي تتصرفي وهتخلي بالك عادي. دي حتة بقى زيادة الايه، زيادة الظهر عن الوش. بقصها بس كده بالمقص كده حاجة بسيطة كده يعني اهي. وبعد كده تخيطي الاربع جوانب او الثلاث جوانب هتخيطهم في بعض. مفيش اي مشكلة خالص. تحطي كده سن الابرة، وبعد كده ايه ترفعي الدواسة وتدوري القماش معاكي، وبعد كده تنزلي بالدواسة تاني. حاولي وانت شغالة ما تجيش ناحية الدواسة، لان لما بتيجي ناحية الدواسة بتلاقي كده كل شوية الخيط بيقطع منك. يعني دي كانت مشكلتي بصراحة. الخيط كل شوية كان يقطع كل شوية كان يقطع، وانا كنت لسه مش عارفة طب يا رب بيقطع من ايه، طب انا في ايه، والخيط مريح وكل حاجة مريحة. اكتشفت ان انا لما باجي رجل عند الدواسة وانا بخيط بيقوم الخيط يقطع مني كل شوية. اهو بصوا بقى براحتكم كده اهو، عشان خاطر القلاب ما يبقاش مكشكش معانا ولا كلام من ده. اهو. عايزه تعملي اوفر بقى من الاربع جوانب اعملي. مش عايزه تعملي اوفر او ما عندكيش اوفر او كلام من ده هقولك دلوقتي هتعملي ايه. هنا بقى الزياده كده بقصها. عشان كده بقولك قص الخداديه 75 في 55، عشان لو اي حاجه زياده ولا حاجه هنقصها.
فلو انت قصها من الاول 50 في 70 بس، هتقصي وتعملي، تيجي تبص تلاقي الخداديه كان نزلت منك وما عادتش حلوه خالص. انا عشان عندي اوفر فانا عملت اوفر، فانا عملت على مكنه السرفله وافورت وكل حاجه تمام. انت مفيش عندك اوفر، هقولك دلوقتي هتعملي ايه. دي كده بعد ما كنت ايه عملتها وسرفلتها، تقومي قلبه كده براحتك خالص كده، وتطلعي الزوايا اللي هي في الزوايا دي، تطلعيها حلوه قوي بصبعك كده عشان خاطر ايه تبقى مظبوطه معانا. اه، مش عارفه كنت بتفرج على ايه. اكيد فيديوهات خياطه. اللهم صل على النبي، صلوا بينا على النبي يا جماعه، حطوا كده لايك للفيديو كده. يا رب كده يكون الشرح بسيط، ويعني ان انا قادره اوصل المعلومه. بص بقى هنا هنعمل ايه عشان خاطر لو انت ما عندكيش اوفر، وطبعا لو سبت الغداديه كده هتنسل من جوه، فده ما ينفعش. هتقوم عامله برواز صغير خالص، يا دوب سنتي او اقل من سنتي كده، وتدي برواز صغير خالص كده من بره. ظبطي بس كده الخياطه عشان خاطر الخياطه ما تبقاش موربه ويبقاش شكلها حلو اهو. وتدي سنتي كده، سنتي من هنا وسنتي من هنا وسنتي من هنا وسنتي من هنا. هتيجي تبص والله تلاقي العظيم، تلاقي الخداديه ما شاء الله جميله جدا. هتلاقي الخدادية بقى شكلها جميل جدا، وزي اللي بتجيب من بره واحسن كمان، وشكلها ما شاء الله شيك كده وانيق وقت هتشوفوها كلها عامله ازاي اهي. بصوا يا دوب هتحط بقى السن كده بس على طرف الخدادية، وتدوري القماش معاكي، وبعد كده ايه تدي يعني تدي كمان برواز من الناحية التانية اهو. هنا الخياطة اللي من جوه كلها اتحصرت في قلب البرواز من جوه، يعني انت لو ما عندكيش اوفر وعملت الحركة دي ان شاء الله مش حاجة هتنسل بقى. تيجي تبص تلاقي من جوه نظيفة ومن بره نظيفة، ومفيش باين خياطة ولا اي حاجة، لا من جوه ولا من بره تمام. يعني لو قلبتها من جوه هتلاقيها من جوه مقفولة حلو خالص، مفيش اي خياطة باينة، مفيش اي حاجة باينة، لان الخياطة اللي جوه احنا حطيناها في قلب البرواز. فاهمين قصدي ايه؟ فمفيش حاجة هتنسل بقى خلاص، وتلاقيها النظافة يعني ايه الخياطة نظيفة من جوه اهي. ضبطي كده قماشك وكل حاجة والدنيا تمام، مفيش حاجة صعبة يا جماعة. شوفوا شكلها بقى عامل ازاي، كاوية بقى كده على السريع، هتلاقي احلى خدادية اهي. ايه رأيكم اصلا في لون القماشة دي؟ اتمنى كده يا جماعة يكون الفيديو كده حلو واستفدتوا منه، ويكون الشرح بسيط كده، وان شاء الله مع بعض بإذن الله هنعمل حاجات كتير بإذن الله. حطولي كده لايك للفيديو، واسيبكم بقى بألف سلامة.